وائل قول لي، انت السنه اللي فاتت اشتركت في محمد محمود؟ طبعا كنت ساعتك في السجن مش فاكر. كنت في السجن ليه؟ ايه؟ ليه كنت في السجن؟ والله السؤال ده لسه ما لقيناهوش اجابه لغايه دلوقتي، رغم ان الشهود غيروا شهادتهم وحاجات كده. انت كنت معتقل سياسي يعني؟ انا اتهمت التهمه مش بتاعتي. وقعدت 18 شهر. تمام. طيب انت نازل السنه دي ليه محمد محمود؟ يعني ايه نازل السنه دي؟ ايوه يعني انت ما كنتش موجود السنه اللي فاتت، والناس دي اللي كانت موجوده موجودين السنه دي. لا انا نازل الثوره مش نازل محمد محمود بس. هي الثوره لسه ما كملتش. الثوره لسه ما حققتش. محمد محمود دي خطوه، ماسبيرو خطوه، 8 ابريل خطوه، مجلس الوزراء خطوه، لسه الارض ما شبعتش من الدم وعماله لسه بتاخد. لما يشبعوا من الدم يمكن يتغيروا. نازلين السنه دي علشان طبعا احنا نحيي ذكرى الشهداء ونحيي الايام الجميله من ايام الثوره اللي كانت موجوده يعني، وبنقول ان الثوره ما انتهتش والثوره مستمره. لو سمحت حضرتك، هي ليه المسيره دي سلميه قوي كده؟ سلميه؟ سلميه دي تمام. انتوا ليه بقى عاملين مسيره سلميه؟ مسيره سلميه يعني عموما احنا نازلين الخطوات يا محمد. ريان امبارح قال الرئيس يستفتح على البرلمان ونرجع البرلمان، الناس هجمته. هو العريان بيتكلم في الفاضي وخلاص؟ بص، العريان والبلتاجي والبرنس وحسن مالك بمكتب الارشاد وكل الاعضاء المسؤولين في جماعه الاخوان المسلمين بمحبينهم بمؤيدينهم طلع لهم قلوا في دماغهم اسمه البرلمان واسمه مجلس الشعب، وطول ما هم هيموتوا على مجلس الشعب وعلى كراسي مجلس الشعب مش هيطولوها. وكانت غلطه من الناس، والناس نفسها معترفه بدوت لما انتخبوا الاخوان المسلمين ودخلوهم مجلس الشعب. بص، طول ما انت بتطلب سلطه مش هتوصل لها، واللي بيطلب منصب ما بيوصلوش، ولما بيوصل له بيبقى افشل واحد في هذا المنصب. المنصب هو اللي بيجي لغايه عندك، السلطه هي اللي بتيجي لغايه عندك، مش المفروض انت اللي تسعى لها. ماما خديجه، انت عامله حادثه في لندن وظروفك الصحيه لا تسمح بمثل هذه المغامرات. ايه اللي جايبك محمد محمود وانت قاعده على كرسي متحرك؟ مش ممكن النهارده يوم دم ولادي الشهداء يبقى انا ام ازاي؟